الحوت الاحدب من الثدييات الضخمه جدا، طوله اطول شويه من الاتوبيس الكبير، ووزنه تقريبا وزن مدرعه، وعمره ممكن يتخطى 80 سنه، وحياته حرفيا عباره عن ضحك ولعب وجد وحب. طب ازاي؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اهلا بيكم في قناة السمك في اسكندرية، معاكم عمرو ابو الوفا، والنهارده ان شاء الله هنلخص حياة الحوت الاحدب من الفيلم الوثائقي هامباك ويلز. بتبدأ قصتنا مع الراوي واللي بيقول ان الكوكب ده فيه شعوب تانية غير الانسان. طبعا ده ذكر في القرآن الكريم امثالكم، من ضمن الشعوب دي شعب الحوت الاحدب. بيقول لك رغم ان المخلوقات دي ضخمة جدا، لكن لما تشوف رشاقتها جوه المية تحس ان هي ملهاش وزن، وانها بتعمل حركات بهلوانية صعبة جدا، وفي حاجات كده على راسها تحسها عبارة عن حبوب كبيرة. كل حبايه من دول عليها شعره صلبه بتستشعر هي البيئه اللي حواليها عن طريق الشعره الصلبه اللي على الحبايه دي. ورغم ان دلوقتي الانسان مهتم بدراستها وتعدادها، لكن زمان كان بيتم صيدها باعداد كبيره جدا، لان زيتها كان بيستخدم في الاناره. لكن نظره الانسان للحوت الاحدب اتغيرت وقت الحرب البارده، لما كان في مراقب بحريه امريكي بيراقب الغواصات السوفيتيه، وكان بيسجل اصواتها. مره واحده سمع صوت غريب، اتضح بعد كده ان الاصوات الغريبه اللي هو بيسمعها دي هي اغنيه بيغنيها افراد من الحوت الاحدب. واتضح بعد كده من الدراسه ان الاغنيه دي دقيقه جدا، مش مجرد اصوات كده وخلاص، لان ليها رتم محدد وتكرار محدد. وهنا بدا الانسان يلتفت للحوت الاحدب، وبدات يبقى في قوانين دوليه لمنع صيده. من ضمن الاماكن اللي منعت صيد الحوت الاحدب جزيره جنوب المحيط الهادي اسمها تونجا. بيقول لك سنه 1978 لما ملك تونجا منع صيد الحوت الاحدب، وقتها ما كانش فيه غير 50 انثى بالغه من الحوت الاحدب. النهارده العدد ده وصل ل 2000، واصبحت الحيتان الحدباء مصدر دخل لتونجا. ليه؟ لان السياح بيجوا يتفرجوا عليهم، وكمان العلماء بيجوا يدرسوهم. انثى الحوت الاحدب بتضع صغير واحد بعد حمل سنه كامله، بيكون طوله 4 متر، وفي الاسابيع الاولى من ولادته بيكون خايف جدا ومش بيبعد خالص عن امه، حتى لما بيكون نايمه بيكون لازق فيها. بيبدا ينفصل عن امه تقريبا بعد سنه كامله، وبيكون طوله وصل ل 8 متر. بص مناخيره عامله ازاي، شكلها غريب قوي سبحان الله. بيقول لك رغم ان دول كتيره جدا منعت صيد الحوت الاحدب، لكن برضه لسه في خطر عليها، لان برضه في دول لسه بتسمح بصيدها زي اليابان وايسلندا والنرويج. ده غير حوادث النقل البحري، ودي ممكن نتجنبها عن طريق ان احنا نخلي السفن البحريه اللي بتسافر مسافات طويله تبعد عن مسار هجره الحوت الاحدب. طب ايه بقى قصه الهجره دي اساسا؟ الحيتان الحدباء ليها هجرتين، هجره للتزاوج ودي بتكون في ميه استوائيه دافيه، وهجره للغذاء ودي بتكون في ميه قطبيه او شبه قطبيه، المهم انها تكون ميه بارده. يعني مثلا الحيتان كلها اللي في تونجا دي لما بتعوز تاكل بتروح ناحيه القطب الجنوبي، ولما بتعوز تتكاثر بترجع تاني لتونجا، وطول ما هي بعيده عن القطب الجنوبي ما بتاكلش خالص، حرفيا بتقعد بالشهور ما تاكلش. وفي حيتان وصل مسار الهجره بتاعها ل 8000 كيلو متر. بس بص، لما الحيتان دي بتوصل لارض الغذاء بتاعتها بتاكل طن في اليوم الواحد. سيب بقى تونجا خالص، نطلع على هاواي، برضو تجمع ضخم للحيتان الحدباء، ولما بيحبوا يتغذوا بيتجهوا ناحيه الشمال لالاسكا. طب هما بياكلوا ايه في الاسكا؟ الغذاء الرئيسي هناك هو الكريل، والكريل ده حيوان شبه الجمبري بس بيكون موجود بكميات ضخمه جدا. الحوت الاحدب ده بقى عنده صفايه في بقه كده من فوق، يعدي كده على الكريل يصفي الكريل ده كده من الميه. بيقول لك لولا ان الحوت الاحدب عنده الصفايه دي كان مستحيل انه يعرف ياكل الكريل ده. في الاسكا واحد اسمه الدكتور فريد، ده بقى له 25 سنه بيدرس الحيتان هناك. بيقول لك ان التعريجات اللي على ديل الحوت، عارفين الحوت كده لما بينزل في ديله كده من فوق السبعه بتاعت الديل عليها تعريجات، بيقول لك التعريجات دي مميزه جدا لكل حوت، زي بالظبط بصمه الانسان. يعني كل حوت عنده تعريجات على ديله مختلفه خالص عن التاني. كمان بقى هو مع السنين الخبره وقاعد بيسمع اصواتهم ويشوف ديولهم، بقى بيعرفهم من اصواتهم. وبقى في واحد مميز جدا بالنسبه له، هو مسميه الحوت ميلانكولي، وله صاحب بيمشي معاه دايما برضه حوت اسمه فولتشر. ودي حاجه غريبه جدا. طب ليه بقى؟ الذكور في ارض التزاوج بيكونوا منافسين جدا لبعض، وبيتعاركوا على الاناث، وممكن يقعوا في بعض وقعات جامده، ويبقى في عراك جامد جدا على الاناث. اما في ارض الغذاء تلاقي الذكور متعاونين جدا واصحاب زي كده ميلانكولي فولتشر. لا ومش بس كده، ده كمان بيعملوا عمل جماعي مع بعض وبيصطادوا السمك مع بعض كفريق. طب ازاي؟ طيب اشهر مثال للعمل كفريق في الصيد هي حاجه اسمها خطه الشبكه الفقاعيه. ايه خطه الشبكه الفقاعيه دي؟ اول حاجه يبداوا يندهوا على بعض ان ده وقت الاكل، يقعدوا يندهوا بعض ان ده ميعاد الاكل، ويبداوا ان هم يدوروا على سرب رنجه. خلاص رصدوا سرب الرنجه، يبداوا ان هم يجوا لسرب الرنجه من تحت، فيجبروا ان سرب الرنجه يطلع فوق. فبدل ما سرب الرنجه يقعد بقى يروح يمين وشمال، يجي واحد منهم متخصص في اللي هو بيعمله، يبدا يعمل شبكه حوالين سمك الرنجه ده، شبكه فقاعيه كبيره جدا، فيجبر سمك الرنجه انه ينضغط جوه الشبكه دي، لان هو مفكر ان دي شبكه حقيقيه. تمام؟ ويجي بقى حوت من تحت خالص يعمل اصوات مرعبه، اصوات مذهله. بيقول لك يعني تردد الاصوات دي رهيب، فبيخلي السمك بقى يتجمع كده جوه الشبكه ويخاف كله ويطلع على فوق.
ويبداوا هم كل الحيتان اللي بتصطاد مع بعض، اللي هم دول كلهم اللي بيصطادوا مع بعض، يخشوا كلهم جوه الشبكه الفقاعيه دي ويفتحوا بقهم ويطلعوا تحت ايه، من تحت كده لفوق ورا سمك الرنجه. وطبعا كلهم بيوصلوا لسطح الميه في نفس الوقت وبيظهروا كده بينطوا فوق الميه في مشهد احتفالي كده جميل ان هم الخطه بتاعتهم نجحت وان هم اكلوا. بيقول لك بق الحوت الاحدب ده كبير لدرجه ان هو ممكن يستوعب جوه منه عربيه صغيره. طيب لما يرجعوا مثلا لارض التزاوج زي مثلا جزيره هاواي مثلا، بيبقى التركيز كله على التكاثر وليس الصيد، وبتقعد بقى الذكور تغني بهدف ايه، لفت انتباه الاناث. والجميل في الموضوع ان الحوت اللي بيبدا اللحن بقيه الحيتان بتكمل وراه في نفس اللحن. طب ازاي العلماء بيرصدوا الاصوات دي اساسا؟ في كده مكان ما بينزل من الحوت في الميه بيسيب مكانه كده دايره في الميه بيسموه هم اثر، يجي هو العالم من دول يجي في الاثر ده كده وينزل حاجه اسمها هيدروفون، عباره عن جهاز بيسمع الاصوات تحت الميه، ويقعدوا بقى يغنوا لحد ما تظهر انثى ويبداوا كلهم بقى ايه يطاردوا الانثى دي. طبعا بقى ممكن يوصل عدد المطاردين ليها ل 20 حوت، طبعا بقى بيضربوا بعض وبيزقوا بعض وبيغلسوا على بعض وبتبقى مشكله كبيره جدا. والمطارده دي ممكن توصل ل4 ساعات فين لحد ما هي بقى تبدا تختار واحد تبدا تبين ناحيته، فباقيين يعرفوا بقى ان هم كده ما لهمش نصيب في القصه دي. ويقعد بقى ايه الحوت والحوته دول يقعدوا بقى يتغازلوا كده مع بعض لمده ساعه، مش عارف هو يبعد هي تقرب له، هو الشغل بقى الكلام الفارغ ده. اخر حاجه معانا في قصتنا دي ان هم في هاواي عملوا رقم تليفون بحيث مثلا لو اي واحد سايق مركب او سايق لانش شاف مثلا حوت فيه شبك عليه او اي حاجه شبكه عليه يتصل بالرقم ده، بتيجي فرقه الانقاذ معاها الخطاف ده اللي انتم شايفينه وتروح جاي حاتفينه على الحوت الحاجه اللي شبكه عليه دي، ويروح جاي حاتفينه عليها ويبدا ان هم يرموا تقلات في الميه ويرموا عوامات بحيث ان هم يجهدوا الحوت عشان يبدا يهدى شويه ويقربوا منه ويقطعوا الحاجه اللي لازقه فيه دي. يا رب المحتوى يكون عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وصلوا على النبي صلى